لو ما عندكيش أولاد ده مش معناه إن يومك فاضي، ولا إن حياتك ناقصة، ولا إن ربنا نسيكي. بالعكس، انتي ممكن تبقي سعيدة وحياتك مليانة لو عملتي ال7 حاجات اللي هقولك عليهم. أول حاجة، املي يومك بحاجات ليكي انتي: صحتك، نفسيتك، جسمك، روحك. رياضة خفيفة، مشي، قراية، كورس كنتي مأجلاه، تتعلمي مهارة جديدة، تطوري نفسك. هتحسي وقتها إنك بتتقدمي خطوة لقدام. تاني حاجة، اعملي قيمة من وقتك. ساعدي حد، شاركي في عمل خير، اقفي جنب حد محتاجك. أحيانا ربنا بيدينا رسالة إننا نكون سبب رحمة لغيرنا. تالت حاجة، فلتري كلام اللي حواليكي. مش كل سؤال يترد عليه، ومش كل تعليق يستاهل يدخل قلبك. اللي يقول كلمة تضايقك ابتسمي وغيري الموضوع. انتي مش مطالبة تشرحي قدرك لحد. رابع حاجة، ما تقارنيش حياتك بحياة غيرك. كل واحدة ليها رحلة وليها توقيت مختلف، وربنا مش بيأخر حاجة عبث. خامس حاجة، اهتمي بقلبك. اعرفي مشاعرك، اسمعي لنفسك. لو زعلانة اعترفي، لو تعبانة استريحي. القوة مش في الإنكار، القوة في الفهم. سادس حاجة، اخلقي لنفسك لحظات فرح صغيرة. افرحي بالحاجات البسيطة، وكافئي نفسك على المجهود مش بس على النتيجة. مش لازم حدث كبير علشان تحسي بالسعادة. أحيانا السعادة في فنجان قهوة بهدوء، أو مشية خفيفة، أو لحظة رضا بينك وبين نفسك. سابع وأهم حاجة، الأمل والدعاء. قربي من ربنا، احكيله، اشتكيله، وقولي: يا رب أنا راضية بس نفسي. اكتبلي الخير في وقته وبالطريقة اللي تطمني. لو ما عندكيش أولاد دلوقتي، ده مش نهاية الحلم ولا نهاية الأمل. ده فصل، ولسه الرواية مكملة، وربنا أحن من إنه يكسر بخاطرك.